السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه بنت سيدي الخضر المستغلميه. ان شاء الله تكونوا بخير، صحتكم لاباس. واليوم جبت لكم وصفه لافيتين اللي غادي ديريها في دارك بطريقه سهله وناجحه. نبداو بسم الله ونصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. هنا عندي 62 غرام بياض البيض، وإلا ما عندكش الميزان غادي تجيك نص كاس. وعندي تاني 62 غرام دهان اللي هما 2 مغارف كبار معمرين. وعندي 62 غرام تاع سكر كلاص اللي هو كاس قل ربع. هنا الا ما عندكش ميزان تنجمي تخدمي بالتقريب هكا بالكاس. دروك انا هنايا خلط كل شيء بالباتر حتى نتحصلوا على خليط كريمي. معليش اذا كان فيه حبيبات ولا، خاطر غادي الدهان يذوب في الكوشه نورمال. دروك بعد ما خلطتهم غادي نزيد لهم 62 غرام تاع فرينه ومغرف صغيره تاع لافاني. نخلط كل شيء حتى نتحصلوا على خليط كيما هذا اللي قلت لك يكون كريمي. نجيبوا بلا نديروا فيه بابي كويسون ونبداو بالسباتيل نفرشوا هذاك الخليط غير بشويه حتى نكملوا كاع البلا. انا هنايا كنت حميت الفور تاعي وندخلها طيب في الرف الثالث. غادي تحسبي من تحت وتطلعيه في الرف الثالث. راني نقول لك بالتقريب هكا باش تخرج لك كيما تاعي انا. كما راك تشوفي هنايا النتيجه لافيتين كيما اللي تشريها من برا. دروك بعد ما طيب لك من تحت وتحمر لك غادي تعاودي تهوديها في الرف اللي تحتها في الرف الزاوج وتشعلي لها من الفوق حتى تصيبيها حمارت وغادي تعسيها لاخاطش ما غاديش تدي معك وقت طويل. هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. وسمعي لي ديك القرباشه كيما تاع برا تنافس تاع المحلات وكميه كبيره. هنايا طريقه الاحتفاظ: تجيبي كيس بلاستيكي وديري فيها هذيك الكميه اللي صنعتيها وتعاودي تديريها في علبه بلاستيكيه ولا وتحتفظي بها حتى ل5 شهور وتقعد محافظه على القرمشه. جربي الوصفه راهي ناجحه وما غاديش تدي معك وقت طويل. ورانا وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساونيش بالجيم، ابوني، اشتركوا في قناتي. صحه فطوركم ومع السلامه.